الدراسات الاجتماعية للصف الخامس الابتدائي. دي خريطة المنهج. عندنا في الوحدة الأولى موقع بلدي، والتاني قصة نشأة الحضارة المصرية، والتالت مظاهر سطح بلدي، والسطح الرابع مناخ بلدي. الدرس الخامس النباتات الطبيعية. المحور التاني فيه الموارد والتنمية. الدرس الأول الموارد المائية في بلدي، الدرس الثاني الموارد المعدنية، الدرس الثالث مصادر الطاقة، الدرس الرابع اختراع النقود، الوحدة الثالثة الأنشطة الاقتصادية. الدرس الأول الزراعة في بلدي، الدرس الثاني الثروة الحيوانية والسمكية في بلدي، الدرس الثالث الصناعة في بلدي، الدرس الرابع التجارة في بلدي. عاوزين نفهم احنا بندرس المواد الاجتماعية دي ليه؟ ايه الغرض؟ يعني حاطين لنا منهج، ايه المطلوب؟ ايه بعد ما ادرس الكلام ده هستفيد ايه او هيتحصل عندي ايه؟ وده حاجة مهمة جدا، لازم كلنا نسأل ليه احنا بندرس دراسات اجتماعية، ليه احنا بندرس لغة عربية، ليه بندرس لغة انجليزية، ليه بندرس علوم. وضع المنهج بيبقى له غرض من وضع المادة التعليمية اللي موجودة في كل مادة، وهو كمان بيشير لهذا الغرض في يا إما الكتاب الطالب أو دليل المعلم أو في المقدمة بتاعت أي كتاب. مصر بدأت خطة لتطوير التعليم من 2018، وهي خطة طموحة جدا، عايزة الطالب يطلع ينتج المعرفة، مش يتلقى المعرفة، ينتج المعرفة ويشارك في الحياة بقوة. نطلع خريج قوي متعلم يستطيع ان هو يشارك في بناء المجتمع المصري الحديث. هنا بيقول وضع المنهج ان الحاجات المهارات اللي هو عايز يتحصل عليها من الدرس الأول إدراك العلاقات وجمع المعلومات وتسجيلها وتوليد الأفكار. عاوز يبقى في مواطنة، في إحساس بتقدير الجمال، الانتماء، تحمل المسؤولية، تقدير العلم والعلماء. دي كلها قيم عاوز يغرزها في الطالب. تحمل المسؤولية، الإتقان، المشاركة، حب الاستطلاع، تقدير العلم. في كل باب بيكتب هو عاوز يوصل ايه من القيم والمفاهيم، وعاوز يزرع ايه في الطالب. اتقان، التعاون، الانتماء، كلها قيم ومثل عليا جدا، ونتمنى جميعا ان احنا نكون على قدر المسؤولية ونتعلم بجدية، وتكون مخرجات التعلم عندنا واضحة جدا واحنا عارفين أهدافنا. البيئة الطبيعية بقى، كيف أثرت الملامح الطبيعية في بلدي وفي الحضارة المصرية القديمة؟ وده السؤال الرئيسي بتاع المحور. عندنا ملامح طبيعية في مصر، كان في نهر النيل. كان وجود نهر النيل ده كان هو الدافع والسبب الرئيسي في وجود الحضارة المصرية القديمة. بيتناول المحور الأول الملامح الطبيعية لبلدنا مصر، زي التضاريس والمناخ. التضاريس يعني الأرض، وإحنا درسنا قبل كده الأرض في جبال وسهول وديان، وعرفنا كل مصطلح معناه إيه، معناه إيه جبل، معناه إيه وادي، معناه إيه. دي التضاريس. المناخ اللي هو تغير درجة الحرارة والضغط والرياح وحركة الرياح، ولكن ده على مدار زمني طويل. المناخ. الطقس لا، على مدار زمني قصير. وقلنا النباتات الطبيعية والحيوانات البرية هندرس الكلام ده برضو على مصر ونطبقها على مصر. طيب دي واحد سيوة، والكتاب بتاع المدرسة حاطط لك واحد سيوة وجمال واحد سيوة. اللي سافر سيوة يعرف قد ايه سيوة جميلة، او ان شاء الله في المستقبل يكون لكم زيارات لسيوة. الملامح الطبيعية لمصر، الموقع، قصة نشأة الحضارة، مظاهر السطح، المناخ، النباتات الطبيعية والحيوانات البرية. ده اللي هو
أول وحدة في شخصيات بارزة في مصر مؤثرة. الملوك، مرمر اللي هو مينا اللي هو وحد القطرين، الملك تحتمس الثالث أحد الملوك العظام. احنا هنتناول المفاهيم الرئيسية: خطوط الطول ودوائر العرض، الموقع الفلكي، الموقع الجغرافي، الوادي والدلتا، الأودية الجافة، رياح الخماسين، التنوع البيولوجي. أبرز المواقع: القرية الفرعونية، شبه جزيرة سيناء، محمية الزرانيق، الملك مينا والملك تحتمس. ده نهر النيل بالقرب من الأقصر، بيبقى واسع. نهر النيل في الصعيد بيبقى أوسع منه في الدلتا، ولأن بعد القاهرة بيتفرع لفرع رشيد وفرع دمياط، وبيكون تقريبا نصه تقريبا. موقع مصر: تتمتع مصر بموقع فلكي وجغرافي متميز. ايه الفرق ما بين الموقع الفلكي والموقع الجغرافي؟ الموقع الجغرافي موقع المكان بالنسبة لليابسة والماء. خلينا نعرف الايه المصطلح ده كويس. موقع الجغرافي موقع المكان بالنسبة لليابسة والماء. طيب بالنسبة لمصر، مصر تقع فين في قارة أفريقيا، في شمال شرق قارة أفريقيا، وهي شمال شرق قارة أفريقيا ملتقى قارات العالم القديم، أفريقيا وآسيا وأوروبا. بيحدها من الشمال البحر المتوسط ومن الشرق البحر الأحمر. الموقع الجغرافي ده سهل على مصر اتصالها بالعالم كله تجاريا وحضاريا. وبعد افتتاح قناة السويس اللي وصلت البحر الأحمر هنا بالبحر المتوسط، دي قناة السويس هي موصلهم هنا في الجنوب السويس وفي الشمال بورسعيد، فمكانش فيه هنا حاجة بتوصل ما بين الايه. وكان حلم حياة كتير من العلماء، منهم علماء عرب قدماء حاولوا مرارا وتكرارا انهم يفكروا في انهم يحفروا اي حاجه توصل ما بين السويس وبورسعيد، ولكن العمليه دي كان حلم. يعني في الوقت ده ما كانش فيه امكانيات ضخمه يستطيع ان هو ينفذ الطموح ده، او لغايه ما اتعملت قناه السويس. في هذا العام هنتعرف على الموقع الفلكي لمصر، والموقع بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض. انا اول مره نتكلم عن خطوط الطول ودوائر العرض. يعني ايه خطوط الطول ويعني ايه دوائر العرض؟ احنا عارفين الماكيت ده اللي هو الايه اللي بيبقى موجود عندنا على المكاتب وفي المكتبات بتاعتنا في المدرسه. ده في الكوره دي بتمثل الكره الارضيه، دي خطوط طول، خطوط بتقسم الكره الارضيه بالطول كده. الخط الرئيسي فيها الاحمر ده بيسموه خط جرينتش، بيمر في لندن في ضاحيه جرينتش. درجته صفر، يقسم الكره لنصين، واحد شرقي وواحد غربي. وتحديد احنا اهميته موقع بنعرف الموقع هو شرق جرينتش ولا غرب جرينتش، وكمان بنحدد الايه الزمن ما بين كل خط وخط في 4 دقائق. يعني بين خط صفر وخط واحد في 4 دقائق زمنيه، وبين 1 و2 في 4 دقائق زمنيه. يبقى بين الصفر ونمرة 2 يبقى في 8 دقائق، بين الصفر و3 يبقى في 12 دقيقه وهكذا. طيب دوائر العرض، دوائر العرض دي بتقسم الكره الارضيه لدوائر دوائر دوائر، وطبعا بتصغر كل ما تقدمنا في كده بتلاقي ايه الدايره صغرت، الدايره صغرت، الدايره صغرت لغايه ما توصل هنا لايه للقطب الشمالي. هنا في دايره صفر اللي هو دايره الاستواء، دائره خط الاستواء الاكويتور. وبعد كده في مدار السنتار عند 23.5 في الشمال، ومدار الجدي عندي 23.5 في الجنوب. مصر بتقع ما بين 22 و 31 شمال دايره خط الاستواء. مصر ما بين 22 و 31. لو رحنا الخريطه هنلاقي مصر ما بين 22 وهنا كده بالنسبة للشمال والجنوب. هنا دايرة العرض دي 22 ودي 36. بالنسبة لدوائر 31 آسف، يقع عرض من 22 و 31 شمال دايرة الاستواء. 22 هنا 22 وهنا 31. بالنسبة لدوائر العرض دي 30 اهيت وده 31 بالنسبة لمصر، حدود مصر الشمالية. بالنسبة لخطوط الطول، مصر هتقع ما بين خط طول 25 و 37. 25 و 37 خط خط جرينتش، 25 و 37. يبقى ده الموقع الفلكي لمصر بين دوائر العرض ودوائر الطول.
يبقى عايزين بقى نتعلم ان احنا نشوف فرق التوقيت. لو قلنا ان الشمس بتدور حوالين الارض، الارض بتدور حوالين الشمس كل 24 ساعة من الغرب للشرق. الارض هي اللي بتدور حوالين الشمس. زمان كان في معتقد ان الشمس هي اللي بتدور حوالين الارض، ولكن ده كان معتقد خاطئ. الارض بتدور حوالين الشمس كل 24 ساعة، وتشرق الشمس على المواقع الواقعة شرق خط جرينتش قبل المواقع اللي هي في غرب جرينتش. شيء طبيعي، الحركة بتتم من الشرق للشرق الى الغرب. لو احنا قلنا ان بين كل خط وخط في 4 دقائق. لو احنا قلنا ان اسكندرية تقع على خط طول 30 تقريبا شرق خط جرينتش، اذا الفرق بين خط الطول بتاع اسكندرية اللي هو 30 وخط جرينتش اللي هو الصفر في 30 خط طول ما بينهم وبين بعض. لو قلنا بين كل خط وخط 4 دقايق يبقى 120 دقيقة. الزمن ما بين اسكندرية وجرينتش 120 دقيقة، يعني هنقسم على 60 يبقى ساعتين. يبقى الزمن في اسكندرية هيبقى الساعة 12، لو هو في جرينتش الساعة الساعة 10. دي خطوط الطول هي زي ما احنا شوفنا، ده خط الطول، ده خط الطول، ده خطوط الطول. دي بعض المدن اللي بيمر بيها، ده جرينتش ودي لندن. ده خط الطول الرئيسي جرينتش. فهنقدر نعرف الفروق بقى ما بين خطوط الطول وخطوط العرض. ده خط جرينتش، وده الشرق وده الغرب، وده 20 شرقا 40 شرقا 60 شرقا، ده 20 غربا 10 غربا كده، 60 غربا 40 غربا 60 غربا 80 غربا. دي خطوط الطول. خطوط العرض ده صفر، وده مدار الجدي، وده مدار السرطان ومدار الجدي. يبقى احنا فكر وعبر باسلوبك. تمتلك مصر موقعا جغرافيا متميزا ساعد على قيام واحدة من اقدم الحضارات في التاريخ على ارضها، الحضارة المصرية القديمة، وزيادة التواصل مع دول العالم ثقافيا وتجاريا. عايزك تكتب رسالة لأحد أصدقائك تتكلم فيها عن اعتزازك وفخرك بأهمية موقع مصر، وإيه سبب هذا الفخر وهذا الاعتزاز.